بسم الله والسلام عليكم. اهلا بكم جميعا في قناه مريم ديزات. صلوا على رسول الله. لا تنسوش فقط خوتي تحطوا لي لايك للفيديو. في فيديو اليوم الفكره تاع الفيديو تاع اليوم انه رايحين نديروا رده فعل على مغربي، والمغربي هذا دار رده فعل على جزائريه. هذه الجزائرية راحت للمغرب، وعند زيارتها للمغرب لأول مرة قالت بلي الجزائر بلاد الطوابير. كي راحت للمغرب انصدمت عكس الجزائر، عندهم الحليب في العلب، أما الجزائر فيها فقط شكرة الحليب، ما عندهمش الحليب المعلب، وأيضا فيها الجوع وما فيها والو. كما كتب هذا المغربي في العنوان: جزائرية جات للمغرب في رمضان ما فهمت فيها والو. لقات بلي المغرب فيها كلش، اما الجزائر ما فيها حتى حاجة يعني محلية، وفيها الفقر، فيها الجوع، ما فيهاش المنتوجات المحلية. فتبعوا معنا الفيديو، ثم في النهاية حنعطيو لهم الرد المناسب لهم. تبعوا معنا الفيديو حتى النهاية. الكراغليات ما تعرفوا ديروا حتى شي حاجه، لا تقاليد زوينه، لا اعرف عندكم، لا حتى شي حاجه ما كنلقاوها مزيانه. انا من الجزائر. الله يسلمك. يوم 10 درهم غادي تشري لنا اللي هي 11 اورو. غادي تشريك بزاف في المغرب وغادي تشريك بارتما في الجزائر. شوف البوشي تاعها، خير دجاجه ويذبحها لك تديها. جاتها عجب انك الدجاجه كتشوفها قدامك ويذبح لك، هما كيجيو يعطيوهم من الرسيون ديالهم، ما تعرف ملاش حيدوا واش الفخده ديال شي حمار واش هاك سير طيب. غادي نبداو بالبصل يدير 5 دراهم. هيا هاك شوف لي. المهم حنا يا خوتي كنردوا عليهم بطريقة مهذبة بدون أي سب أو شتم. 10 دراهم شوف. دابا فهمتها. صح. أنا من الجزائر. الله يسلمك. صرفي. بعد هذا الفيديو يا خوتي حنعطيو لهم الرد المناسب لهم. مرحبا بك. شو الكرم د المغاربه، متشرفين، مرحبا بك. والله قلبك اختي خوتك شوف قالت مرحبا بك. الله يسلمك. ثم ثاني خوتنا. مرحبا بك. الله يسلمك. ديك خوتنا ديالكم ما كنتيقاش انا. ولا ما عندكش. هذا يبيع البغرير صوالح اللي يطيبوا بهم، والاكلات واجدين غير طيبي وعمري وكولي. هذا خاص بالاكل، هو الحليب تاعهم، ما يبيعوش شكاره. تصدمات الاخوه، يبيعوها هكا بالنص يوطرو، خاصك تشربها في 3 ايام سينو يولي رايب. هذا يدير 4 دراهم. هادو يايوتاتهم. هذا الجو عندنا كيف اسمو جوبيتير تعرفوه؟ بصح جوبير. غفرت يقولوا له باستا. كوفريت يقولوا ليه باسطا وكضحك، او راه مازال ما خرجتش ما بلي تخرج ما تعرف اش غادي تقول علينا. اسمه مقارن. لا ينزعق. هذا غوف غاليطة. هذا بيرلي قال لك بنين بزاف مور الفطور نقول لكم عليه. هذا الجو شباب اللي عندك خد حبة مونغا ب10 دراهم. حبه مونغا تصوري معاه، راه عمرك ما تعاودي تشوفيها نهار ترجعي للجزائر. 20 خوتي، هي 20. هتكون غاليطة كي تاعنا ماجير، عندنا ماجير ديك الزرقاء. هذا هو هذاك الشيء. عجبتني كازا بزاف، ولا ما يقولوا ما خفتيش وما درتيش وما عملتيش، نهار تجو تبدلوا رايكم. قالت لك كيقول لي علاش ما خفتيش علاش كذا، قلت لهم نهار تجيو تبدلوا رايكم. شتي راه كيعمروا مع عندك تمشي للمروك رايدي، علاش ما خفتيش علاش كذا، قلت لهم نهار تجيو تبدلوا رايكم. شتي راه كيعمروا مع عندك تمشي للمروك رايدي. المغاربه راه كرامه وظراف، راه خصها نتوما ديروا عقلكم الله يهديكم. المهم يا خوتي، بعد ما شفنا هذيك الجزائرية اللي زارت لأول مرة المغرب وقالت بلي الجزائر ما فيها والو، جبنا لها الرد. هي عبارة عن فيديوهات تناعت المنتوجات الجزائرية، تناعت الحليب اللي راها تحكي عليه كميات كبيرة جدا، وأيضا انخفاض الأسعار مقارنة بالمغرب. خير كبيرة كاين في الجزائر. شوفوا ثاني يا خوتي، الجزائر ثاني تصدر للدول حتى الأوروبية، يعني منتوجاتنا المحلية، الحليب، القهوة، السكر، خاصة التمور الجزائرية وغيرها، تصدر بقوة في الأسواق التجارية الأوروبية. هذا حليب
المهم الحليب موجود برشا انواع. انا نوريكم توا تبارك الله ما الانواع. شاء الله. حنشوفوا خاوتي تونسيين مواطنين من جنسية تونسية مقيمين في تونس، ما عندهم حتى علاقة بالجزائر، جاو يقضيو من الدولة الجزائرية الدولة الشقيقة لهم المجاورة لهم. كي راحوا للسوق انبهروا خاوتي بكثرة السلع الجزائرية والجودة تاعها، الأسعار المنخفضة مقارنة بالأسعار التونسية والمغربية. المهم يا خاوتي تبعوا معنا الفيديو حتى النهاية. بصح راح نعت لكم غير الحليب، لانه هذيك المواطنة الجزائرية اللي زارت المغرب قالت لنا بلي الحليب ما كانش في الجزائر، وكان غير تاع شكاير ما كانش العلب تاع الحليب. حليب بودر. لا حليب بودر. هذا حليب بودر. كم سعره؟ هذا حليب بودر ب 9000. هذا تونسية. 9000 تونسية. هذا شي تحط فيه ترى 500 غرام. هذه تقدر تخرج لك حتى ل 20 لتر. حليب كيفو هذا ب 8000 تونسية، خرج لك 20 لتر ثاني. 8000 تونسية. وهذا البودر خير يعوض بودرات. بودر. هذا الكل بودر. بودر أرخص من الفرد ولا هذا ولا راه عندهم داكشي باطل. اثمنه مقننه. عرفتي شنو مقننه؟ ما كاينش اللي يزيد. مثلا هذا الزيت 628 ريال. 628 ريال اخوتي 5 يطرق، راه هي حداك 600 دينار. الا هذا الثمن ديال الجزائر ضربتيه في الاورو ورديتيه للمغرب يعطيك 600 ريال. هاي الزيت 600 دينار. ولا قال لي شي واحد داخل وهذا راك ما عارفين خوت كيبغيو يتفلسفوا داخل الفرد وهذا يديرها في هذا ويقول لي راه هنا الدخل واخا يكون غير 1000 دينار اللي هي 1000 ريال يقدر يشريها. هي سنيده ب 90 دينار 90 ريال كيلو، 1 كيلو جميع انواع السكر. يعني من الفيديو هذا انت غير حلل بوحدك وخمم بوحدك تعرف بان الاسعار خياليه. ما كاينش كانت داك المضاربه الاسعار ولكن دابا راه نفس الاثمنه في المحل. الحليب نفس الاثمنه في المحلات كاملين والبري انتم كتشوفوا. يعني راه هكا ما يقدش اي مواطن ولو يلقى غير حاجه زايده قليله هكايا يتصل بهكايا بهذا هادو ديال مراقبه الاسعار وهذا يجيو هما كيكملوا خدمتهم. يعني ما كاينش اللي قد هذا. هما شوف الحليب اخوتي راه هادو يطرود الحليب داير ب 5 دراهم 100 ريال تقريبا. كما هادو 6 كرتونه قطع عليك ب 600 ريال. كرتونه فيها 6 يطرود الحليب ب 30 درهم. 6 يطرود الحليب هو حليب ممتاز. هذا كونديا اي واحد جا الجزائر راه عارفه نوعيه ممتازه ولا طول العام. فهموني اخوتي المغاربه اللي كيقولوا الحليب والحليب والحليب ما تبقاوش ديروا هذاك الفيديوهات اللي كديروا. اقسم بالله لا يعني راني كنبقى نجيبهم كنبقى نضحك انايا. راه هذاك الحليب غير اللي مدعم داير ب 30 ريال لتر ب 25 ريال لتر. السلام عليكم خاوتي، مساء الخير ولا صباح الخير عليكم. اليوم رانا في ماركت جزائريه اللي عاملين برودوي الجيريان تمر كلش كاين. هاي القهوه ضلوا تسقسيو على القهوه. هاي القهوه طونطومات ديسپونيبل، كونفيتير ديسپونيبل. هذا ماكاو ما نعرفوش دو فاصون. اللي سقساوني على الديول نهام الديول قدامكم. الخميره، الهريسه، التاي الجيريان 40 ليره برك ماشي غالي بزاف. فوالا ها كل شيء جزائري، كل شيء جزائري. هاهي الهريسه الكبيره هاي 60 الله يبارك. لابيل فوالا. هاي تمر ديسپونيبل. دقله 140 فوالا. نشكركم جزيل الشكر على مشاهدة الفيديو. نلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله.